بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمارين عامة على أصحاب الفروض. لو هلك هالك عن زوجة وأب وأم وابن وبنت، لو قلنا الزوجة تأخذ الثمن بسبب وجود الفرع الوارث الابن والبنت. الأب يأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث، وخاصة الفرع الوارث المذكر الابن. الأم تأخذ السدس لنفس السبب لوجود الأولاد. الباقي عصبة بين الذكر والأنثى. دائما ننسب الورثة للميت: زوجة الميت، أب الميت، أم الميت، ابن وبنت الميت. أصل المسألة: اجتمع الثمن مع السدس، فأصل المسألة 24. الثمن من فريق النصف والسدس من فريق السدس. عندما يجتمع الثمن مع السدس فيكون أصل المسألة 24. 24 تقسيم 8 3. 24 على 6 4. 24 على 6 4. الباقي للعصبة نجمع 4 و4 8 و3 11. باقي للعصبة 13. 13 سهم للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هلا الابن برأسين والبنت برأس، فعدد الرؤوس 3. العلاقة بين 13 و3 العلاقة بين الأعداد تباين، ففي حالة التباين نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. 24 ضرب 3. 3 في 4 12. 3 في 2 6 1 7. ثم نضرب 3 في كل الأسهم. 3 في 3 9. 3 في 4 12. 3 في 4 12. 3 في 13 على 3 13 وهو نصيب البنت. 3 ضرب 13 عدد الأسهم على 3 عدد الرؤوس، ينتج الرأس الواحد 13 وهو نصيب البنت، يكون ضعفها للذكر 26. نجمع 3 و6 9 و2 11 و2 13 و9 22. 2 و1 3 و2 5 6 7. إذن المجموع 72 والمسألة صحيحة. مثال آخر: لو هلك عن أب اللي هو جد الميت، وهلك عن أب، وهلك عن بنت، وبنت ابن. أب الأب هذا محجوب بالأب. الأب مع الفرع الوارث المؤنث يأخذ سدس زائد عصبة. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالأب أولى رجل ذكر. البنت تأخذ النصف، واحدة وغير معصبة. بنت الابن هذه تأخذ السدس تكملة للثلثين. سقف البنات دائما الثلثين، فبقي السدس نعطيه لبنت الابن. الآن لدينا سدس ونصف
فأصل المسألة 6. عندما يجتمع النصف مع الفريق الثاني يكون أصل المسألة 6. هنا 0. سدس الأب 1 ونصف البنت 3 وسدس بنت الابن 1. 1 و3 و1 5. بقي 1 نعطيه للأب تعصيبا. مثال آخر. لو هلك عن وهلك عن أخت شقيقة وأخت لأب عدد 2، وهلك عن أخ لأم عدد 2. فهالصورة هاي الأم تأخذ السدس، والسبب تعدد الإخوة. عندي أكثر من أخ، فنصيب الأم السدس. الأخت الشقيقة 1 وغير معصبة وغير محجوبة، أعطيها النصف. الأختين لأب أعطيهن السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، لا يوجد من يعجبهم أو يعصبهم، فهي تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة المستحقة للنصف. الإخوة لأم يأخذون الثلث، 2 يأخذون الثلث شركة. طيب عندي نصف وسدس، فأصل المسألة 6. سدس الأم 1، أخت الشقيقة نصفها 3، هنا 1 هنا 2، ثلث الإخوة لأم. نجمع 2 و1 3 و3 6 و1 7، إذا عالت المسألة إلى 7. بالعول نجمع السهام ثم يصبح المجموع هو أصل المسألة. هنا ما في مشكلة، سهمين لكل أخ سهم، أما هنا سهم للأختين يجب أن يصحح. شو العلاقة بين 1 و2؟ تباين، نضرب ب2 فيصبح أصل المسألة الجديد 14. 2 6 2 لكل أخت سهم، 4 لكل أخ سهمين، المجموع 14. مثال أيضا. لو كان لدي بنت ابن وبنت ابن عدد 3، وكان لدي أيضا أم وأخت لأب، فبنت الابن هذه تقوم مقام البنت الصلبية وأعطيها النصف. 1 غير محجوبة وغير معصبة ولا مستحقة للسدس، فأعطيها النصف. بنات الابن الأنزل منها درجة أعطيها السدس تكملة للثلثين. الأم مع الفرع الوارث تأخذ السدس. الأخت لأب هذه عصبة مع الغير، مع الفرع الوارث المؤنث، إذا مع الفرع الوارث المؤنث تصبح الأخت لأب عصبة. النصف مع السدس اجتمعوا فأصل المسألة 6. نصف البنت هذه 3، هنا 1 وهنا 1، بقي 1 للأخت لأب تأخذه تعصيبا، يعني 1 1 2 3 5 6 ناقص 5 1 للعصبة. سهم لا ينقسم على بنات ابن الابن، وبين 1 و3 تباين، نضرب ب3. 6 في 3 18، 3 في 3 9، 3 في 1 3، لكل
بنت سهم 3 3 فالمجموع 18. نكون بذلك صححنا المسألة. مثال أخير في هذا المقطع: لو كان لدي بنت عدد 2 وكان لدي بنت ابن، وكان لدي ابن أنزل منها درجة، وكان لدي أخت شقيقة عدد 2، فالبنتين نصيبهما الثلثين. بنت الابن هذه لو لم يكن موجود هذا الذكر كانت محجوبة، لكن يوجد ذكر أنزل منها درجة فيعصبها. الأخوات الشقيقات محجوبات بالذكر هذا، ابن الميت، فالفرع الوارث المذكر يحجب الأخوات الشقيقات. وأصل المسألة 3، نعطي سهمين للأخوات ويبقى سهم للباقي. الآن لدي رأسين هنا وهنا رأس، يعني عدد الرؤوس 3، نضرب ب3 9 6 وهنا 3، نعطي للبنت سهم وللذكر سهمين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة. إذا تعلمنا في هذا المقطع مسائل عامة على أصحاب الفروض. سنزيد هذه المقاطع حتى نغطي قدر كبير من الأمثلة على هذا الباب. هذا الباب أهم باب في علم المواريث. من لم يتقن أصحاب الفروض إتقانا 100% لن يفلح في باقي الأبواب. فهذا الباب كالقاعدة من البناء، تبني عليه جميع الأبواب الأخرى. والحمد لله رب العالمين.